ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات، وأمين صبري في حديث الذكريات. أيها الأصدقاء، الحقيقة ضفنا في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات يمكن نجم كل بيت بيحبه، كل بيت بيسعد لما بيشوف فيه أخوه أو بيشوف فيه أبوه أو بيشوف فيه ابنه. ضيف محبوب بيبعث على الابتسام وعلى المودة في قلب كل واحد بيشوف فن الفنان الكبير الأستاذ صلاح ذو الفقار. اهلا وسهلا يا فندم. هو يمكن انا ما بقول كده بعض المستمعين تصوروا ان انا هقدم فنان كوميدي، ولكن حضرتك فعلا يعني الناس لما بتشوفك فعلا بتبقى مبسوطة يعني. دي نعمة من نعم ربنا. طب يعني دعنا بقى نترك الحتة دي وندخل في مجال برنامجنا اللي هو حديث الذكريات، ونشوف حضرتك تتذكر ايه من ايام الطفولة. أنا نشأت طبعا في طفولتي في الروضة. كان في مدرسة مصر الجديدة أو روضة أطفال مدرسة مصر الجديدة. أنا فاكر إنها كانت في شارع، كنا ساكنين في مصر الجديدة في شارع رشيد، وكنت بروح المدرسة بمشي لغاية المدرسة لأنها كانت قريبة يعني كيلو كده أو حوالي كيلو ونص. فبمشي لغاية مدرسة مصر روضة أطفال مدرسة مصر الجديدة. لوحدك ولا معاك بعض الإخوة؟ طبعا كان بيوصلني حد، يعني حد من البيت، يعني ممكن يكون شغال، ممكن يكون سواق، يعني المهم ان حد يوديني الصبح. دي لان كان سني 6 سنين ونص، وانا قعدت في روضة الأطفال سنة. دخلت سنة تانية على طول. كنت شاطر وانا صغير في ابتدائي بالذات يعني. في ابتدائي بس ولا ايه؟ في ابتدائي بس. فاللي حصل ان انا دخلت تانية روضة في مدرسة روضة اطفال مصر الجديدة، وبعدين عزلنا رحنا العباسية. ف لا دخلت اولى ابتدائي كمان في مدرسة مصر الجديدة الابتدائية. ودخلت باستثناء لان كان سني صغير، ومن من تانية روضة لاولى ابتدائي. ونطيت، يعني اسمها نطة سنة، وذاكرت او والدي الله يرحمه جاب لي مدرس يعني دي كانت رغبة والدك ان انت تنط هذه السنوات يعني؟ هو كان بيشتغل ايه؟ كان عميد امرالاي، يعني زمان الرتبة القديمة اللي هي دلوقتي زي العميد في الداخلية، في وزارة الداخلية. كان اخر منصب له كان مفتش داخلية. لكن يعني انا مش عارفه استاذ صلاح، حكايه العسكريه في العيله، يعني معظمكم يا ضباط بوليس يا جيش. هو فعلا كان كده يعني. ليه؟ ده تاثير الوالد؟ ممكن يكون حاجه احنا طبعا ورثناها من الداخل. يعني اذكر ان عز الدين الله يرحمه كان ضابط مدفعيه، فلغايه برضه رتبه اليوسف باشا ليه اخ لواء كمال ذو الفقار في الجيش. بعديه انا برضو قعدت في البوليس لغاية رتبة رائد. بعدية ممدوح، وفي أكبر مننا بقى الله يرحمهم. ممدوح في شركة النصر. محمود الله يرحمه كان مهندس مباني وبرضه اشتغل في الفن. أكبر مننا الدكتور محمد، ده أكبر واحد فينا، ده كان دكتور كيمياء يعني، وتعلم بره، وبعدين جه هنا اشتغل في الحكومة في اسكندرية، وبعدين في وزارة الصناعة، وبعدين استقل وعمل مشاريع خاصة يعني. وفي بنات؟ في بنتين، بين محمود وبين بين محمد الله يرحمه ومحمود، وتوفيوا الله يرحمهم برضه هما الاثنين. واحدة كانت حرم المهندس محمد الحسيني، وواحدة حرم المرحوم الدكتور مأمون عبد السلام. نرجع بقى للعباسية بعد ما انتقلتوا ليها. انا جينا العباسية وانا سني 7 سنين ونص. وكنت في تانية ابتدائي، حولت من مصر الجديدة للعباسية الابتدائي، ومكثت في العباسية لغاية ما اتخرجت. يعني ابتدائي انا فاكر كنا في مدرسة العباسية الابتدائية ثانوي، رحت سنتين القبة الثانوية، كنت بركب الترماي الابيض
وكان بيعدي كوبري، واروح مدرسه القبه. قعدت اولى ثانوي وانا صدت فيها سنتين. يا في يعني ابتدائي تنط يعني عبطت اللي نطيت كنت صغير، او خدت ابتدائي عندي 10 سنين ونص. يا خبر، ده كانوا بيتوظفوا يعني افندي كبير بيه. وبعدين رحنا العباسيه، فانا قعدت في العباسيه تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي ورابعه ابتدائي. اولى ثانوي دخلت القبه، اولى ثانوي سنتين، وبعدين تانية ثانوي، وبعدين حولت لمدرسة نموذجية اسمها مدرسة فاروق الأول الثانوية، اللي هي دلوقتي العباسية الثانوية. طب ازاي يعني تتحول لمدرسة نموذجية وانت واضح ان ما كنتش متفوق بقى في المرحلة دي؟ هو أنا ما كنتش متفوق صحيح، إنما يعني كان شكلي كويس يعني كنت رياضي، وكنت يعني مش وقيع، يعني شكلي معقول من الناحية الدراسية. وكان كمال أخويا في مدرسة فؤاد الأول وكنت حصلته، فاحنا الاتنين حولنا. ابوه الله يرحمه حوله هو من مدرسة فؤاد الأول، وأنا حولت من القبة الثانوية على سنة تالتة ثانوي في مدرسة فاروق الأول الثانوية. كان علمي بقى ولا أدبي؟ لسه كنا كان لسه في الثقافة سنة رابعة، وبعدين سنة خمسة بقى بنخش علمي أو أدبي أو رياضة. أنا شخصيا دخلت علمي، يعني كنت أحب العلوم الكيمياء وكن رغبة المرحوم والدي كانت إن أنا أبقى دكتور. وفعلا لما نجحت في التوجيهية جبت مجموع كان يميها 59.5%، وكان هذا المجموع مشرف قوي يعني. وقبل أوراقي وقبلت أوراقي في جامعة اسكندرية في كلية الطب. وانا فاكر ان اخويا الكبير الله يرحمه الدكتور محمد هو اللي قدم لي ورقي، وراح هناك وقابل العميد وقبلت اوراقي. جه والدي مرض في الكلام ده كان في 43، فمرض في هذه السنة، وكان تقريبا المرض الأخير له. فقال لي يا ابني هتروح اسكندرية لوحدك وتسكن لوحدك، يعني ما فيش داعي ما تخش كلية هنا. قلت له دي رغبتك انت يعني. احنا كنا في هذا الوقت، او انا بالذات كنت عايز احقق رغبته بايه، كان اللي يرضيه يرضيني. وكان دايما يقول لي يا دكتور صلاح وبتاع. فكانت العملية دي زي ما تقولي حضرتك مولدة فيا الرغبة فعلا ان انا بقى دكتور، لان جدي دكتور، يعني والد والدي برضو كان اسمه الدكتور محمد ذوالفقار، وكان دكتور طبيب يعني. ولا حد من ولاده طلع طبيب، كلهم يعني خدوا مهن تانية. فأنا كنت عايز أحقق هذه الرغبة، وكنت زي ما تقولي سيادتك ماشي في هذا التيار المعنوي يعني. لغاية ما لما مرض وقال لي، جابني يوم كده وقعدني وقال لي يا ابني بلاش اسكندرية دي، وأنا مش هطمن عليك هناك، فأنا عايزك تنقي أي كلية هنا. فقلت له أنا زي ما تشوف. قال لي أي كلية في الجامعة من اللي أنت تجد إن لك ميل خاص لي. فقلت له التجارة أو الحقوق، يعني متهيألي الحقوق. فقام قال لي شوف اللي يعجبك ووضب أوراقك ومجموعك يدخلك أي كلية من الجامعة يعني. جيت بعد جمعة كده قلت له يا بابا أنا كان كمال أخويا دخل الحربية بالثقافة. فقلت له يعني أنا شايف إن عندك مانع إن أنا أخش البوليس. قال لي لا يا ابني بلاش، أنا عشت حياتي وعانيت فمفيش داعي. قلت له ما هو الوقت بيتغير يا بابا، يعني مش هتفضل كده العملية والمعاناة دي، يمكن العصر لما بيتغير الدنيا بتتغير كلها، وكل واحد بياخد نصيبه يعني. طب ايه اللي خلاك يعني تميل للبوليس؟ يمكن هي برضو تقدري تقولي حضرتك ان اولا ما كانش في دفعة في الحربية، يعني انا بقول لك الحقيقة، لان كان خدوا دفعة ثقافة ودفعة توجيهية، فبالتالي ما بقاش فيه الحربية، فبقت البوليس هي الكلية العسكرية الوحيدة. كناش بنفكر في البحرية، وكان الطيران بياخدوه من الحربية، فبالتالي بقى قدامي بس الكلية العسكرية هي. ويمكن تأثير وجود اخواتي، واحد ضابط وواحد في الكلية الحربية، وانا اخويا كمال ده يعني سنة بسنة مع بعض تقريبا طول حياتنا، فيمكن ده ولد في نفسي الرغبة دي يعني، ما اعتقد هذا يعني. فقلت له هذا، وقال لي طب ما فيش مانع قدم، بس انا مش هكلم حد عشان. فقلت له قدمت ورقي، وفعلا هو ما كلمش حد فعلا، انما سالوني انت ابن فلان؟ ايوه، ده اللي كان السؤال في كشف الهيئه، ودخلت
دخلت البوليس. الحقيقة أنا حبيت كلية البوليس يعني. ليه بقى؟ الحب كان يمكن أنا فيا جوايا مدرس. مدرس، يعني أنا عندي عطاء، أو أنا أقدر لو حللت نفسي إلى حد كبير ألاقي إن أنا شخصية معطية. فده اللي حصل بالظبط، إن كانت أكتر حاجة أقدر أشوف فيها مستقبلي هو شخصية المدرس. الكليات العسكرية فيها مش مدرس بس، ده مدرس وأب وبيتبنى عدد كبير من الطلبة. فأنا كنت دايما أقول عليهم حتى من خلال نفسيتي أو معنوياتي، أسأل الولاد راحوا فين، ما أقولش الطلبة. لا بس ده في مرحلة تالية، يعني حضرتك دخلت كطالب بقى، مش مدرس، يعني انت ساعدت من اول ما دخلت كطالب في كلية ساعدت البوليس. وانتميت للكلية. يعني كان عندي انتماء، وكنا عندنا نشاط رياضي الحقيقة الواحد بيفتقده الأيام دي جدا. يعني قد إيه كنا منتمين للمدرسة الابتدائية. أنا فاكر وإحنا رايحين نشجع فريق كورة نقول، لازلت أذكر الحاجات الصغيرة الجميلة اللي الواحد وعي ليها وهو مستاذ أو مدرس أو مربي. كنا منتمين لمدرستنا، لأساتذتنا، أفتكرهم لغاية دلوقتي بالاسم. وكانوا قدوة وبيأثروا فعلا في حياة الفرد. والنشاط. والنشاط. مدرسة ابتدائي فيها كورة وباسكت وتمثيل، نشاط مدرسي. فاكر عباسية الابتدائية دي أولا تخرج منها يمكن لعيبة مصر كلها. كنت فاكر واحنا نركب الأتوبيس ونروح مع فريق كورة ونقول عباسية هي المنصورة يا محني ديل العصفورة، ده واحنا عيال يعني. ومتحمسين فعلا، منتمين لمدرستنا، بنحبها. في رحلات، نروح الرحلات نبقى حاسين ان احنا رايحين لنا ام تانية، منتمين ليها. احنا مع مدرسه العباسيه الابتدائيه، مش عارف الكاس بس ايه، حاجات حلوه مفتقده دلوقتي. طب حضرتك كنت نشاطك ايه يعني في مرحله الدراسه الابتدائيه او الثانويه، وسط النشاط الكبير للمدارس وقتها؟ انا كنت نشاطي الغريب ان انا ما كنتش، يعني يمكن وانا صغير قوي في منطقتنا في العباسيه عملنا فرقه تمثيل، وانا اشتركت فيها بجانب كبير يعني. كنت بتمثل بقى فيها؟ كنت بمثل، عملنا تاجر البندقيه في يوم في بيت زميل لنا دلوقتي الدكتور اسمه الدكتور حسن وفيه عوض، وكان معنا الدكتور احمد عبد اسماعيل ولواء محمود خليل وابراهيم القصاص صاحب مصانع القصاص. كنا مجموعه كبيره، وكمال اخويا طبعا، ودي كان الجيل بتاعنا. كان في جيل اكبر مننا، كان اللي هو اخويا عز الدين مثلا ومعاه الجيل بتاعه. طب عملتوها ومثلتوها فين وازاي؟ في بدرون، مش في بدرون، في الدور الارضي من بيت الدكتور عبد الرحمن عوض اللي هو والد زميلنا اللي هو دلوقتي الدكتور حسن وفيه عوض. وفي ناس جمهور شافها يعني؟ احنا وعائلتنا يعني الحته كنا بنقول عليها الحته بتاعتنا، ومعانا اخواتنا بقى وامهاتنا بعضهم جه، وكلنا فرشنا كراسي ودكك وبتاع وقعدنا وبقى في مسرح عملنا له حاجات كده. ده في المرحله الابتدائيه يعني واوائل الثانوي. النشاط الرياضي كان كوره، في كره قدم وملاكمه. قبل ما تدخل بقى ده في الشرطه؟ يعني الملاكمه كانت قبل الشرطه؟ ده في ثانوي. يعني كنت بلعب فيرست تيم كوره وفيرست تيم الملاكمه في مدرسه فاروق الاول الثانويه. وكان لنا زمايل كتيرة يعني، الأخ ثروت أباظة زميلنا من ثانوي، الدكتور نزيه ضيف، المهندس عز الدين هلال، دول زملاء ثانوي يعني. الأخ فؤاد المهندس، طبعا سامي كمان، لأن سامي كان يصغرنا شوية. مجموعة كبيرة قوي. وكان في ناس أقدم مننا يعني، واحنا في سنة 3 كان في سنة 5 كبارة بقى اللي هم يعني زي الجيل الأكبر اللي قبلينا يعني. لكن ما كنتش في فريق التمثيل في ثانوي؟ لا،
يعني المسألة دي ما لا كانتش ما جاتش، بتشغلك؟ لا ما كانش فيه فريق تمثيل بمعنى فريق تمثيل، هو كان فيه شوهات كان بيعملها فؤاد المهندس. يعني ده اللي حصل بالظبط. كان اياميها مشهور قوي مغنية اسبانيولية كان اسمها كانت بتطلع دايما مع كارمن ميراندا. كانت بتطلع اياميها، كان في شوهات حلوة وروايات كلها مليانة عروض استعراضية وحاجات من دي. فكانت كارمن ميراندا دي بتتكلم بلغة برتغالية اسبانيولية ما تفهميش، واغانيها كنت انا وفؤاد غاويين طبعا سينما وحاجات من دي. فكنا بنروح سينما، انا كنت احفظ الديالوجات يعني الحوار للافلام الدراميه والحاجات دي، هو كان يحفظ الاغاني. فكان هو عمل في ثانوي شو حلو قوي لكارمن ميراندا، وغنى اغانيها ولبس لبسها. وكانت بتلبس لبس غريب قوي، تلبس تربون كده من الستات بيلبسوه، وفوقيه موزه وبرتقانه وتفاحه مثلا، حاجات بالشكل ده، وتلبس فستان طويل بس نصه زي جوبة طويلة، ومن فوق زي بلوزة بس البطن باينة. فهو لبس كده بقى، فعمل الشو ده، وكان حافظ الأغاني كلها بتاعت كارمن ميراندا، وكانت ليها شنة ورنة يعني يميها. وكان بقول لحضرتك يعني شوهات استعراضية أو عروض استعراضية كبيرة كانت ضربة يعني شبان مواعيدنا كلها ولقاءاتنا كانت كلها في سينما متروبول، حفلة 10 يوم الجمعة، وسينما ديانا وسينما رويال. دول الجيل بتاعنا كان كله بيلتقي هناك يعني أيام. لكن وقتها ما كانش لسه لا المرحوم الأستاذ عز الدين ذو الفقار ولا المرحوم الأستاذ محمود ذو الفقار دخلوا مجال الفن. لا هو كان محمود الله يرحمه كان مهندس مباني في وزارة الأوقاف، وكان فاتح مكتب هندسي في شارع الشريف، أنا فاكر والدي عمله له. وكان ابتدى بقى الكلام ده طبعا وأنا في ثانوي، كان ابتدى يخش الفن واختير عشان بطولة فيلم كان اسمه بيعة التفاح. يعني حاجة بعيدة خالص يعني ايه؟ لا محمود كان غاوي بقى من ثانوي. كل ثانوي انا بروح اتفرج على محمود في فريق التمثيل في الحفلات اللي بتاعت الثانويه. كان النشاط، وكان في الجيزه الثانويه، وكان بعد كده علي يعني كنا باستمرار بنروح نتفرج عليه واحنا عيال. يعني طبعا انا بيني وبين محمود 16 سنه، فمش اخويا الكبير ده كان ابويا يعني. وكنا نرهبه جدا كلنا. هو الاكبر اللي هو اللي كان الاكبر اللي معاشرنا اللي في البيت. دكتور محمد كان باستمرار في اسكندريه، وبعدين اتجوز يعني كان يعني بره البيت. انما كان اخواتي البنات طبعا كانوا اتجوزوا برضه. اللي كان موجود معانا اكبرنا محمود وليه عز، بيني وبين عز 9 سنين بين يعني. ففي فتره بيني وبين محمود كانت كبيره، فكان هو الاخ الاكبر اللي بنرتعش منه. فده كان محمود. طب اول ما ابتدى بقى كان الوالد يعني ازاي سامح ولا كان؟ الوالد ما كان معترض في الاول، وبعدين كان قال له ان انا هعمل يعني ده دور وانا ليا نشاط فهعمل فيلم. عمليه اتخذت كده ببساطه في الاول على انها مش خط في المستقبل. بعد كده محمود عمل شركه مع عز امير وتتالت الافلام. ابتدى والدي كان معارض في هذا الخط لغايه ما توفى سنه 45. طبعا خلاص ما بقاش فيه مانع او ما بقاش فيه معارضه، لان محمود بقى وقتها كان يعني ابتدى طبعا ما يهمل شغله، انه مش قادر يستقيل. المكتب ما بيروحوش بعد الظهر لان شغل السينما اخده الى اخره لغايه 45 توفى والدي. محمود يعني العمليه بقت ماشيه من غير معارضه خالص. عز بعديها طلب اجازه او طلب فتره استدعاء اللي هي من الجيش يعني. من الجيش وقعد سنه. طب يعني برضو كان هو هاوي فن من زمان؟ عايز كلنا كنا غاويين يعني حكايه السينما دي. كنا بنروح سينما يمكن مش زي اي شبان اللي في سننا. كنا بنروح سينما كتير، مثلا 2-3 في الاسبوع بس. ولا تتناقشوا بقى في الفيلم، تاخدوا بالكم من اشياء ما هو بتمر على العابر؟ محمود هو ما فيش شك ان محمود عمل البذره. لان لما محمود ابتدى كان عز في ثانوي. يعني انا طبعا برجعها الى هذا. عز كان غاوي تاليف. وكان واحنا صغيرين انا وكمال نقعد ويملينا مسرحيات عملها في القبه الثانويه وانا صغير قوي يعني.
وشفتها واعجبت بيه جدا، وكان ومثلها هو وزملاء له، بس كانت تأليفه وكان مسرحية يعني. أي. العمليات دي طبعا بتخلي الصبي او الشاب الصغير في هذا الوقت بيحس او بيبص لتطلعات كامنة في نفسه. انا مشيت في العسكرية، ما كانش عندي هذه النية ابدا، يعني بعد ما اتخرجت ودخلت كلية البوليس، وزي ما قلت لحضرتك انتميت لهذا المعهد. هو بعد حضرتك ما اتخرجت من كلية الشرطة عملت مدرس فيها على طول؟ لا، انا اشتغلت في شبين الكوم 4 اشهر، وبعدين جبنا حيدر باشا، خدنا عنده في مصلحة السجون، فعملت في سجن مصر وفي طورة 2 وبعدين نقلت لكلية البوليس. مدرس بقى؟ مدرس دي بقى فضلت فيها لغاية 57 لغاية ما استقل. مدرس ايه؟ الكليات العسكرية بيبقى فيه ضباط مسؤولين عن الطلبة، يعني الطلبة مقسمين إلى سرايا، والسرايا مثلا 7 سرايا كان يمينا، احنا 7 دلوقتي مثلا بقوا 10. بقوا كتايب، كتيبة الأولى مثلا فيها 3 سرايا، كتيبة الثانية فيها 3 سرايا، كتيبة الرابعة فيها 3 سرايا، وهكذا على حسب العدد اللي موجود في الكلية. فاحنا وقتنا كان العدد ما بيتجاوزش أبدا 1000 طالب في الكلية، ده الماكسيموم يعني مهما زاد. انما دلوقتي طبعا بقوا في 3000 واكتر كمان. اللي حصل طبعا ان انا كنت بمسك الطلبه الجدد باستمرار المستجدين، يعني تقريبا طوال فتره، فكنت ببقى مسؤول عنهم كظابط او كقائد سريه ومعايا ظباط. بعد كده انا بدرس ماده معينه، يصح مش لهم، بدرس لسنه ثانيه او سنه ثالثه او سنه رابعه، بس لان الطلبه بتدرس حقوق زائد انها بتدرس مواد بوليسيه، وبيحصلوا في النهايه على ليسانس الحقوق من جامعه عين شمس لان اساتذتهم جامعه عين شمس، وفي نفس الوقت بياخدوا دبلوم كليه البوليس او الدراسات البوليسيه دي يعني. احنا بعض الضباط كانوا بيدرسوا المواد البوليسيه، يا اما قانون بوليس يا اما تحقيق جنائي عملي، يعني اللي هو تحقيق جنائي عملي اللي هي بنقول عليه الاجراءات البوليسيه، ازاي يرفع البصمه، ازاي يحقق في قضيه، ازاي يوصل للجاني، ازاي يمنع الجريمه، الاجراءات دي كلها. قانون البوليس اللي هو قانون مكتوب يعني. فانا كنت بدرس يدي يعني على حسب إدارة الكلية ما كانت بتوكل إلي الدراسة. عندي مثلا 10 محاضرات في الأسبوع، 7 محاضرات 8 محاضرات حسب المادة، زائد عملي الأصلي بقى اللي هو أنا قائد سرية أو أنا ضابط في السرية، أنا مسؤول عن عدد من الطلبة، مسؤول عن كل حاجة. أنا كنت بعتبر نفسي كل حاجة. أنا كنت لسه عايزة أسأل، يعني دايما الواحد في مخيلته إن الطلبة الجدد يعني بيتعاملوا بشدة قوي، أو علشان يستطيعوا إن هم يدخلوا في الإطار العسكري والضبط والربط ولا كده. أنا مش عارفة زي حضرتك كنت بتبقى شديد أو عنيف، لأنه يعني اللي بيبان من شخصيتك إنك رقيق يعني، وإنك يعني ما أعرفش يعني. ما هي دي حاجة ودي حاجة، يعني أنا كمسؤول عن طلبة أنا كنت ببدو في بعض الأحيان قاسي جدا عليهم، وهم أعتقد إنهم عارفين دي، يعني ما كنتش كنت حنبالي قوي. يعني أنا لما أتذكر طبعا هذا الوقت من سنين طويلة، قربت على 20 سنة تقريبا، لما استقلت، وقبل كده قبليها ب8 سنين كنت قاسي. يعني كنت قاسي بمعنى ان انا ما فوتش غلطه، ما اقدرش اشوف غلطه واغمض عليها. انما في نفس الوقت كان لما الطالب يقع او يحتاج، او لما يحصل له حاجه لا سمح الله، يمرض، عايز عمليه، عايز اخده اوديه لاخصائي. كان وقتها مستشفى كليه مش كبيره بالشكل ده، مفيش اخصائيين، فكنا بنطلع نودي الطلبه لما يمرضوا نوديهم لاخصائيين بره، اخصائيين معروفين، يعني نروح مثلا لاخصائي عظام، لاخصائي امراض بطنه، لاخصائي مسالك بوليه، لاخصائي عمليات. مصران الاعور ده كان زي الرز، الطلبه بيجي لهم مصران الاعور فكنا بنوديهم مستشفى مزار عاشور في هذا الوقت. ما اعرفش دلوقتي بيروحوا في انهي مستشفى يعني، انما الجراحات والعمليات عموما كنا بنعملها في مزار عاشور. ف يعني كان الطالب عندما يحتاج يجدني. في نفس الوقت انا ما كنتش ارحم، يعني ما كنتش اسيب غلطه، لان كنت بعتبر ان العمليه دي ممكن تضره
مش ممكن يعني، وكان ممكن مثلا ان قائد سريه بتحصل حوادث ساعات، طلبه مثلا يلعبوا كوتشينه، مم. فتبقى فضيحه مم. عسكريا، ازاي طلبه بيلعبوا في كليه عسكريه؟ انا بس اخدهم لازم ياخدوا جزاهم. يعني مش اعتبر ان هذا ممكن يشني كقائد سريه، وان طلبه ازاي يلعبوا مثلا كوتشينه في عنبر بيوم الجمعه وهم اجازه. لا، المساله دي ده نظام، دي حاجه. والحاجه التانيه ان انا في وقت من الاوقات ممكن اكون ابوه، ممكن اكون والدته، من حيث الحنان والرحمه والاحساس الكبير قوي. مش ممكن اسيبه، اخوه اقف جنبه. انا كنت اعرف كل حاجه، كنت اعرف غراميات. يعني كانوا بيحكوا لك هم؟ لا، ما يحكوليش، مش ممكن اسمح لهم. الفرق بيني وبينهم محفوظ. انما انا كنت بعطي لنفسي الحق في ان انا اعرف عنهم كل حاجه، عشان اقدر اذا كان في اعوجاج اعالجه، اذا كان في طريق مش ماشيين فيه، فكنت بفتح جواباتهم. الطالب اللي اشك فيه حكايته ايه، ماله بيجرى، بيعمل كده ليه مثلا. الجزء اللي انا بديهوله، وصلت في اواخر سنين خدمتي ان انا كنت بعتبر الجزء ده، يعني كنت اقول له انت غلطان، غلطت في العمليه الفلانيه، ادي جزء لنفسك علشان ما يكرهش الكليه، علشان ما احسش ان انا فشلت في انه ينتمي للكليه. فانا مربي وقاسي وما بسيبش كل حاجه، انما مش ممكن احس انه هو من خلالي كره الكليه. لو كره الكليه مش هيقدر ينتمي، مش هيقدر يحب مهنته، مش هيقدر يحب الخط اللي هو ماشي فيه. طب أستاذ صلاح ذو الفقار، الحقيقة يعني حضرتك قلت إن أنت كنت مدي كل وقتك للكلية وللعمل في كلية الشرطة. إزاي استقلت وإزاي حبيت الفن وإزاي سبت هذا المجال دي مسألة موجودة يعني. أنا مش بس ما كانش في وقت خالص. ما هو ما كانش في وقت، ما أنا ما بنكرش هذا، يعني ما كانش في وقت فعلا. إنما طبعا ده موجود. أنا بحب الحكاية دي، يعني طول عمري أحب. أنا كان في أيام بيقعد مثلا وأنا تلميذ في الكلية، كنت بخرج الخميس فاروح سينما من 3 ل 6 ومن 6 ل 9 ومن 9 ل 12، وبعدين يوم الجمعة بروح سينما من 10 ل 1 ومن 3 ل 6. كان في أيام بتمر عليا بالشكل ده يعني. طبعا دي زي ما تقولي هوايتي. الهواية حاجة والانتظام حاجة والالتزام شيء تاني. ده ما لغاش هوايتي يعني. بس إزاي تحولت بقى الهواية دي للشيء الأساسي في حياتك؟ يعني ضروري في تمهيدات نفسية وعملية وكل. أنا ما كنش عندي فعلا الفكرة أن أنا أغير مستقبلي. ويمكن رفضت وأنا في كلية، وأنا ضابط في كلية، فرص كبيرة جدا سنحت، أو لما تسنح لضابط برتبة اليوس باشا، خصوصا في أوائل الثورة، إن أنا أروح وزارة وفي منصب رئيسي إلى آخره. كانت دي عملية تغري أي ضابط في هذا السن وفي هذه الظروف. أنا رفضت ده وفضلت في الكلية لأني كنت فعلا بفضلها عن أي مكان آخر. يعني كانت زي ما يقولوا حب الأول. وكنت منتمي ليها قوي، وكنت بجيب نتيجة ملموسة وبسعد بالطلبة قوي. يعني كانت مالية حياتي، وكنت بحس ان انا كبير بيني وبين نفسي. زي ما بيقولوا واحد يحط راسه على المخدة يحس انه كبير قوي. ده كان بيضفي لحياتي سعادة لا تقدر، اللي هي كانت بتصل لمرحلة الرضا. ده شيء متصورش البني ادم وهو نايم بالليل سعيد راضي انه عمل صح، ما غلطش، انه مسؤول، وان الولاد جابوا نتيجه، انهم عملوا كذا، انهم كذا. بشوفهم بيتخرجوا، بيكبروا، بيطلع سنه تانية سنه تالتة، بشوفه طالب كويس رياضي اخلاقه كويس الى اخره. عمليات زي ما تقولي سيادتك، شيء واضح، نتيجه واضحه ملموسه. دي كانت بتضيف ليا حاجات كبيرة قوي. زائد الحياة بالصورة المثالية دي، حياة جميلة قوي بتكبر الإنسان جوه نفسه. وبعدين أنا مش قادر أغلط حتى كبشر. يعني أنا في هذه الفترات وسنين طويلة مش قادر أغلط. خايف جزمتي ما تكونش نظيفة، خايف شرابي ما يكونش سليم، خايف بدلتي ما تكونش مش عارف ايه، الكاب بتاعي شكله ايه، لبس الطابور، لبس مش عارف ايه، وانا خارج وانا لابس ملكي، يمكن حد من الطلبة يشوفني. مش قادر امارس انطلاقة سني في هذا الوقت. يعني ده يمكن كبرني في السن وانا فيه
وانا في هذه المرحله من سني باستمرار حاسس ان انا غير ان انا ممكن طلبتي اللي بيعتبروني مثل اعلى شايفيني، انما في نفس الوقت انا عايش في حياه مثاليه، عايش في حياه ما فيش غلط فيها، لدرجه ان انا برفض الغلط في حق الطلبه. طب ما ده مصعب المسألة زيادة يا أستاذ صلاح هي انا مش يعني. مصعبها. لا يعني مش حضرتك مصعبها، مسألة إن أنت تترك كل هذه الأشياء واللي بتحبها والحياة اللي بتحبها دي المثالية اللي فيها عطاء وفيها قدوة تتركها. أنا مش عارفة إزاي تركتها يعني ما يعني هو لا تتصوري ستك كان مرحله الترك او الاستقاله دي عمليه كانت ذبح لي. طب بس إزاي جت؟ ما هي جت ازاي؟ دي حدوته، ما احنا عايزين نعرف بقى الحدوتة دي. حدوته كبيره قوي. هو انا جيت عملت اول فيلم باذن انا كان عايزين اخويا الله يرحمه بيقول لي انا هعمل فيلم وعايزك كان قلت وقتها بقى مخرج شهير وعمل أعماله الكبيرة يعني. كان الكلام ده سنه 55. آه. فقلت له يا اخي هات لي اذن من وزير الداخليه وانا هشتغل في السينما. يعني انا بفهم ان العمليه دي صعبه جدا ولن تحدث. عزب بما انه كان ضابط وكان صديق لبعض القيادات وكانوا يحبوه جدا ويحسوا ان هو مخرج جد وكويس. فبصيت لقيته جايب لي جواب قال لي يا سيدي موافقين على انك انت تعمل. اتخضيت. وكان في فتره الصيف. عمليه طبعا مسؤوليه واحساس. فرحت القائد بتاعي او ابويا الروحي في هذا الوقت او ابويا الروحي لغايه دلوقتي المرحوم العميد محي الدين احمد اللي كان قائد الكليه في هذا الوقت، وده راجل هو اللي علمني وله يعني فضله يكاد يكون زي فضل ابويا عليا في تكويني. وكنت بعتبره ابويا الروحي في كل حاجه وكنت اقول له على تفاصيل حياتي يعني. ف قال لي يا ميا، قال لي حياتك هتبقى مش مستقره لما تشتغل في السينما. انا فاكر انه كتب لي ورقه بقلمه الازرق ولا انساها حتى الان. قال لي انت جابوا لك تصريح عشان تشتغل في السينما بس خد بالك ان ده هيأثر على حياتك ويعني نصايحه او تحذيراته او تعليماته ما في شك انها كانت حقيقيه، لانه كان انسان بمعنى الكلمه، انسان وقائد ورائد ومعلم واب. شخصيات من الشخصيات النادره اللي بيسعد الانسان لما يجدها في حياته. حصل ان انا اغراء الشباب وسينما وهطلع بطل، عمليه مش في قدره اي انسان انه يقاومها، خصوصا ان انا محروم من ممارسه بشريتي في هذا الوقت. يعني انا بحلل لك التحليل السليم لان انا راجل عايش في المثاليه الغريبه دي. الحاجه الوحيده اللي ما فكرتش فيها ازاي انا امثل وبعدين طب طلبتي هيعملوا ايه؟ انت بتخاف تخرج في الخميس والجمعه لا يشوفوك. ده الاغراء خلاني نساك. مش نساني يعني ما درستش في هذا الوقت رد الفعل. طب كان الدور ايه؟ كان ظابط. طب كويس. بس الظابط بيحب بقى وبتاع يعني عمليه. بعدين رد قلبي جه كمان عملته سنه 56. دي كانت فترات في الاجازات. فكان يعني ما بيخلينيش يعني كان القائد يقول لي انتوا ابتديتوا نكون احنا خلصنا. لاني بشتغل بالليل كله على اساس ان الشباب والسن والطاقه الغير عاديه اشتغل 20 ساعه 24 ساعه. طب لكن عرفت اول مره تدخل الاستوديو تمثل لا الاول طبعا وجدت صعوبات وقلبي كان بيضرب لما الكاميرا تدور قلبي يبقى سرعه 500. هو كان فيلم ايه اول فيلم؟ كان فيلم عيون سهرانة. ده كان أول فيلم كنت برضو فيها ضابط ملازم تاني. أنا كنت في وقتها يوسف باشا فعلا. يعني نقيب رتبة دلوقتي. بعد كده عملت رد قلبي وبرضو عملت دور ضابط برضو اللي هو حسين أخو علي أويجا. وبعدين برضو الفيلم رد قلبي ما تعرضش ولا شك انه رد قلبي ولا فتح لي السكه قوي يعني هو اللي خلى انا تعرف يعني حكايه الاستقاله دي غريبه قوي. جت فتره مره واحده كده انا زي ما قلت لك كنت حنبلي قوي وابتديت. المرحوم محي الدين احمد توفى في يونيو 56. العمليه دي غيرت حياتي كلها. الراجل ده لا شك انه بيأثر عليا لغايه دلوقتي
كلامه يمكن شوف مات من 23 سنة، إنما لا شك إن دي الشخصية المؤثرة الأولى في حياتي. لغاية دلوقتي صورته وصورة والدي في أوضة نومي، ما يعني دي عملية ما بقدرش أبدا أنسى فضل الناس دول عليا. الراجل ده لما توفى أنا اتهزيت. تقدر تقولي مش اتهزيت بمعنى إن أنا تنازلت، بالعكس السنة الدراسية اللي أنا اشتغلتها في كلية وكنت اترقيت لرتبة الرائد، يمكن كانت أنجح سنة في حياتي، أنجح سنة ليا كظابط مدرس مربي بالقياس بتاعي، لأن وصلت فيها لدرجة من السيطرة ومن حب الطلبة ليا رغم قسوتي عليهم، ومن إحساسهم بأننا الملجأ لهم، بعلامتين لازلت أذكرهم لغاية دلوقتي. إن في طالب دخل لي المكتب، الباشا بتاعهم مدخله زي ما العسكرية لازم واحد أقدم منه يدوره، وقال لي يا فندم عايز أكلم سيادتك في موضوع خاص. طيب انصراف يا باشا. بيقفل الباب وبيقول لي أنا والدي هيطلع والدتي. هو متصور إن أنا هحل هذا الإشكال. طبعا أنا كان سعادتي لا تقدر إن الطالب حس إن أنا قائد سريته. أنا فعلا قدرت أديله الشخصية اللي يلجأ لها. حتى لا تصوري الموضوع ده يعني بالنسبة للكلية العسكرية صعب قوي، إنما ما كنتش أقدر أكمل. يعني ما كنتش أقدر أكمل، أو حسيت وقتها إن أنا هصطدم باستمرار، وإن محي الدين أحمد ده هو اللي علمني. فكنت أنا ماشي بطريقة هو اللي علمها لي، إن أنا ما بتنازلش أبدا. عشان كده كانت الفترة أو الفترات دي كانت من أسعد أيام حياتي. بقياس بسيط جدا قلت طب ما أنا مش هقدر استمر، طب ما هو أنا ممكن أتنقل من الكلية أروح أي اسم بوليس، مركز بوليس. العملية دي بالنسبة لي كان إن أنا أمشي من الكلية ده نهاية حياتي. فبالقياس وقتها كان في انتخابات، وكان في يعني ضباط اللي ممكن يستقيلوا بدون معاش استثنائي. فخفت اقول لهم في الكليه، لان طبعا لو قلت لهم في الكليه اساتذتي كلهم ولهم فضل عليا كمان، فعاطفيا مش هقدر اواجههم. فرحت لوزير الداخليه في هذا الوقت فجاه كده وطلبت ان انا حسمت الامر بينك وبين نفسك. هم 3 ايام من اقصى 3 ايام شفتهم في حياتي. وكان اغلبهم كنت بخش في اوضه واقفل على نفسي واعيد حساباتي من كل زاويه. وقررت ان انا عندي طاقه ان انا اشتغل في اي حته في العالم، وان ده مساله مش يعني حتى لو الكليه مش هقدر استمر فيها زي ما انا فاهم او زي ما انا عايز. ودي كانت نظره طبعا انانيه برضو، انما انا بقول الحقيقه. فحصل ان انا رحت مقدم الاستقاله دي، ومنحت فتره عشان افكر فيها، ثم صممت وقبلت الاستقالة ورحت الكلية لابس ملكي. فوجئوا بقى مفاجأة غير عادية، بس أنا خلاص خلصت يعني مش هقدر أرجع. عملوا لي حفلة أنا برضو أذكرها، لأن أنا بكيت من الداخل، لأن ما كنتش أقدر أبكي من الخارج. وكان مواقف لا يمكن إنسان في الدنيا، زي ما حضرتك قلت في الأول، طب إزاي عمل الحكاية إن أنا أترك الكلية وأترك ناسي وأترك عساكري وتعليمجية اللي عندي يعني مش قادر أقول لحضرتك. الموقف كان صعب بالنسبة لي، وده كان في نهاية العام الدراسي لأول دفعة ليسانس اللي اتخرجت سنة 57. كان الكلام ده بالتحديد في 27 يونيو سنة 57، اللي هي قبول استقالتي. رحت كلية عشان أسلم عهدتي للضابط الذي يليني الأقدمية، لأن ليا عهدة كقائد سرية ولازم أقعد في مكتبي ألم ورقي الخاص. كان موقف صعب قوي. متذكر الطلبة اللي في النهائي اللي هم بيتولوا قيادة الطلبة المستجدين في هذا الوقت، لما دخلوا لي وعرفوا ان انا مستقيل وماشي، وازاي ده يحصل. يعني كانت عملية قاسية جدا، انما انا كنت شايف ان ده صح، او كنت عايز اخد
هذا الخط. انا ما استقلتش عشان السينما، أمال إيه؟ يعني الاستقالة السينما كان رد قلبي ما تعرضش. يعني ما كانش لسه النجاح الكبير اللي عملته في رد قلبي أثره يعني عشته بالظبط. فإنما أنا قلت إن أنا أقدر أعيش أولا في معاش استثنائي، أيوه، حوالي 30 جنيه. في نفس الوقت أقدر أشتغل أنا 20 ساعة من 24 ساعة، 24 بس ساعة. تشتغل إيه؟ ما هو مش كان مهم يعني. الله يرحمه يوسف السباعي وقتها وعدني إن أنا أشتغل في مجلس الفنون. وكان في مؤتمر الآسيوي الأفريقي اللي اتعمل سنة 57. فبصيت لقيت نفسي في خلال بعد ما استقلت ب4 أشهر بكسب حوالي 100 جنيه. وأنشئت منظمة التضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية وعينت مدير إداري ليها. وكان المدير الفني الأخ مرسي سعدين، والسكرتير العام يوسف السباعي، ومساعد السكرتير العام كمال بهاء الدين اللي هو في مجلس الفنون دلوقتي وكيل أول وزارة. اشتغلت فيها الفترة دي من 57 لغاية أبريل 59. كنت أنا في هذا الوقت مرتبي عالي طبعا ومكافآت ليا بقت يعني عملية ماني خسران فيها ماديا. عمل بشتغل 20 ساعة. وبتشتغل سينما وقتها كمان؟ لسه. سنة 58 جالي فيلم جميلة وعملته، وكان عملية ممكن إن نجمع ما بين ده وده. فمشيت الأمور. سنة 58 أنشأنا أنا وعزين أخويا شركة إنتاج أفلام، وكان أولها فيلم بين الأطلال. وفيلم بين الأطلال ده له ذكرى عندي، لأن أنا لما طلع 54 خدت الكتاب بعد ما قريته ورحت لعز الدين الله يرحمه في استوديو مصر، قلت له ده كتاب كويس قوي، عايز يا ريت تعمله فيلم. لما أعرف المرحوم يوسف السباعي حتى، يعني كنت أعرفه كده كصديق لإخواتي يعني، إنما ما كانش فيه الصداقة اللي نشأت بيني وبينه وحبي له الغير عادي. حصل إن إحنا عملنا شركة أفلام عز الدين ذوالفقار. أنا كنت بادرها لأن عز الله يرحمه ما كانش له حاجة في الإدارة. واضح هو كان مستغرق في الفن عملية. خالص. لا ملوش في العملية دي خالص، لا من بعيد ولا من قريب. وهو كان يثق فيا ثقة عمياء، ويثق في إن أنا جدير بالعملية دي. فكانت أنتجنا بقى، يعني ابتدينا بين الأطلال برضو ده في 58. نجح بين الأطلال نجاح غير عادي، فزادت أعبائي. ابتدت أنا راجل بشتغل في منظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية دي من 8 صباحا لغاية الساعة 2 ومن 5 ل9، لأن بالليل بالذات كان بيطلب مني حاجات كتير. إنما كنت قادر في عدد من الموظفين أنا مسؤول عنهم إداريا، فالعملية دي كانت بتكلفني جهد غير عادي طبعا. حصل إنما قدرت أشرف على الشركة وأشرف على الإنتاج وأشرف على كل ده في 58 واتعرض الفيلم. في أول 59 حصل هجوم علي لدرجة الله يرحمه عايز يقول لي ده بقى في مرض في البلد اسمه صلاح ذوالفقار. هو طبعا عايزنا نتفرغ للشركة. هجوم عليك من ناحية إيه؟ كممثل. فبقى أفلام زي ده مش هجوم بقى يعني أنا تصورت إنه هجوم ضدك. هو يعني رغبة لا في هجوم على إن أنا أمثل. دي بالنسبة لعز كان طبعا الله يرحمه كان بتضايقه في الأول، يعني خصوصا في الفترة الأولانية. يعني كان هذا الهجوم من مخرجين آخرين يعني. طبعا. فما هو لما يطلع واحد جديد بقى وينجح له فيلم، العملية طبيعي اللي بيحصل دلوقتي كده. ابتديت بقى لقيت نفسي في أبريل 59 مش قادر. يعني الأمانة تقتضي إن أنا لازم أقول لهم لا أنا مش قادر، لأن بيطلع لي تصوير في اسكندرية، أنا لازم الصبح أبقى موجود 8 عشان أتمم على الناس اللي موجودة دي كلها. بيسند إلي أعمال. السفر كنت بعتذر عليه. إنما مواجهة الشغل نفسه، الأمانة اللي كانت ملقاها على عاتقي من رئاسة هذا العمل، عملية طبعا مش قادر أقوم بيها. ففي أبريل استقلت وتفرغت للعمل السينمائي بقى وللشركة دي بالكامل. وانتجنا بقى بين الأطلال والراجل التاني
ملاك الشيطان، الرباط المقدس، وعدد حوالي 19 افلام. لغايه ما جينا في الاخر، يعني في اخر الافلام، في اخر الوقت، يعني انا في افلام ما كنتش بوافق عليها فوقفت وقلت له لا، يعني انا في افلام مانيش موافق عليها، انت العمليه دي لوحدك فيها. للاستاذ عز يعني. للاستاذ عز، لانه هو كان له نظره الحقيقه، او له الاتجاه الفني المحض اللي من غير حسابات، يعني عمليه مش عايزه دراسه. فانا كنت لما ما وافقش عليه اقول له لا انت لوحدك وانا لوحدي. حصل هذا. وفي سنة هو مرض كمان، يعني كان في أواخر وقته كان مرض يعني تقريبا أقعده. فكان في أفلام أنا ما اشتركتش فيها، يعني ما يمكن كنت بعملها لعز الدين أخويا أو بشرف عليها، إنما هو اللي ماضي لوحده، وبالتالي هو يتحمل التزاماتها. بالعكس أنا بعملها له، لأن أنا كنت يعني ما أقدرش أتخلى عنه في هذا الوقت. لغاية 62 هو قال لك كفاية بقى، مش هكمل، وانفصلنا، يعني كل واحد خدنا قسمنا العملية كما يجب أن تقسم. وأنا بقى كنت في هذا الوقت عملت أفلام كتير، يعني أنا لغاية 61 دي كنت عملت يجي 40-50 فيلم بقى، ما هو شغل زي الرز زي ما بيحصل، اللي هي فترة الانتشار الغير عادية، رح نعمله 10-15 فيلم في السنة بتاع ده اللي حصل. طب يعني أهم الأفلام في المرحلة دي كانت إيه؟ أهم الأفلام طبعا رد قلبي، ده فيلم بالنسبة لي أنا من العناصر الأساسية اللي علمت في تاريخ حياتي الفني طبعا. صلاح الدين، ما أقدرش طبعا، برضو في فيلم الرجل التاني، في أفلام كتير كانت قريبة إلى قلبي، بس أنا كنت بعمل معظم هذه الأفلام دور الشاب الصغير، اللايت اللي هو الخفيف. ما عملتش فيلم دراما، ما عملتش فيلم تراجيدي، يعني اللي هو اللي بنقول عليه الدور الإنساني. أنا كان لازم أغير لأن السن بيمتد بيا، وكان لازم أنقل من اللايت اللي أنا بعمله ده، ما عنديش مانع أعمله، بس أعمل بجانبه حاجة تانية. فجيت في 63 وأبطلت، يعني ابتديت أعتذر عن عدد من الأفلام كثيرة وعايز أخد خط تاني، وعملت أو أنتجت فيلم أغلى من حياتي. الرواية دي كنا أنا وفؤاد بنشوفها زمان، وأنا فاكر يمكن شفت الفيلم ده اللي هو الشارع الخلفي 23 مرة. أيوه. وكنت بحفظ الديالوج، أحفظ الحوار في مشاهد كثيرة بس بالإنجليزي. فأثرت عليا وحبيت أعملها، بس عملتها طبعا بتمصير. إنما من باب الأمانة كتبت دي عن قصة الشارع الخلفي اللي مؤلفتها فاني هيرست. كتبت على العناوين بتاع الفيلم هذا العنوان، وكتبوها أنا بعض الأساتذة اللي هم الأستاذ فتحي زكي والأستاذ محمد أبو يوسف السيناريو، وحوار كتبه الأستاذ محمد أبو يوسف، وأخرجها الأخ محمود الله يرحمه، ونالت نجاح أو نالت صدق، كان فيها صدق كبير. أنا أثبتت نفسي، أثبت إن أنا أقدر أعمل النوع ده كمان، مش بس أعمل دور الشاب اللايت، خصوصا إن كان فيها مراحل شباب وبعدين رجولة وبعدين راجل ناضج وبعدين كهل في آخر الفيلم. أنا استريحت لأني لقيت إن أنا أثبتت نفسي. بعد كده عملت بقى أقدر أعمل أي نوع، يعني زي ما تقولي حضرتك أنا أقدر أعمل ده وده. دي طبعا كانت مرحلة أو من مراحل اللي ريحتني نفسيا أو أثبت فيها نفسي لنفسي. دي مهمة أوي للإنسان بينه وبين نفسه، يقتنع بحاجات معينة، هل هو صالح لها، هل هو قادر، هل هو يقدر يرسلها ولا لا. غويت الإنتاج في هذا الوقت، الفترة أو المرحلة دي، من ممارستي أنا وعز الدين أخويا ثم ممارستي لوحدي. غويته بأسلوب بطريقة تانية أو بإحساس تاني. أنا سافرت أمريكا وروسيا، وسافرتهم الاتنين في سنة 63. طبعا سافرت عشان أتفرج على الناس دول، على الحقول الفنية اللي موجودة هناك.
آه، أنا تصورت إن المنتج ده إنسان بيقدر يمهد للمخرج اللي هو القائد الفني للعملية حب الفيلم، إمكانيات تسمح بتنفيذ الفيلم كما يجب أن تنفذ، بحيث إن اللي يستعبدنا الفيلم لا مستحيل عندي. ما فيش حاجة في الدنيا ما دام تقدر، ما دام تخدم الأصل اللي هو الفيلم أو العمل الفني، مباح ليا إن أنا أموت في سبيل إن أنا أولد الإمكانية دي وفي أحسن صورة دون تنازلات. حصل ده فعلا يمكن في الأفلام اللي أنا أنتجتها كلها، يعني من أول أغلى من حياتي، مراتي مدير عام، شيء من الخوف، وأخيرا أريد حل. بس أنا بعتبر نفسي مش منتج محترف، أنا منتج هاوي. إنما لازم علشان العمل الفني يستعبدني لازم أحبه، وأحبه قوي لدرجة إن أنا لا أفكر في صعوبة أو لا أفكر في مشقة في سبيل إن ابني ده يخرج. هو واضح ده، حتى حضرتك يمكن الفيلمين الآخرين اللي هو أريد حلا وشيء من الخوف، ده حتى حضرتك ما يعني لم تشترك في التمثيل يعني. ما أنا ملياش دور فيه. يعني أنا يعني مش بتنتج ليك إنك تبقى هو النجم، تبقى البطل. هو تحقيق حلم. يعني هو حاجة أنا حبيتها لدرجة إن أنا لو بذلت مجهود فيها كأب للأسرة دي أقدر أعمل خدمة. يعني كنت أقول للولاد بتوع الإنتاج، أقول لهم أنتوا سلاح خدمة الفيلم، يعني زي سلاح خدمة الجيش. طب أستاذ صلاح ذو الفقار، في مرحلة أخرى في حياتك أو نوعية أخرى في حياتك الفنية وهي خشبة المسرح. خشبة المسرح، أنا بعتبر إن المسرح مدرسة، ومدرسة كبيرة جدا. أنا مارستها أول ما مارستها على الجمهور سنة 64 برواية منتصف القلب مع تأليف الأستاذنا الكبير الأستاذ توفيق الحكيم، وإخراج الأستاذ كمال حسين. العملية دي طبعا كانت أول حاجة، إنما ولدت فيا إحساس معين إن أنا بشتاق له، فكل سنتين على قدر الإمكان أشتاق للعملية دي وأمارسها. شيء بيمتعني، شيء بيفيدني أنا، أو على رأي أساتذتنا بيكبر صدري، يعني بيكبر كمية الأحاسيس اللي ممكن أطلقها أو تطلع من صدري كإحساس مرسل للجمهور. العملية دي أنا استمريت فيها باستمرار، أشتاق كل فترة أعمل دور، ويستحسن يبقى لمدة 3-4 أشهر، ما يطولش، لأن العملية مرهقة جدا وبتعطلني عن بعض الأعمال، إنما بتمتعني. لو بقى تنافر المتعة، لو المتعة دي ما تتوجدتش ما بقدرش. طب أستاذ صلاح ذو الفقار، لو في نهاية حديثنا لذكريات حضرتك أحب أعرف يعني إيه أمنياتك الآن؟ أمنياتي إن أنا أنتج فيلم، مش ضروري أمثل فيلم، أو إني أمثل فيلم مش ضروري أنتجه، إن أنا أقدم عمل أسجل فيه حاجة لمصر، حاجة لبلدي. بنعود ونقول إنه إحنا بنتمنى فعلا إن حضرتك تقدم حلمك في السينما وتستمر في إنتاجك للأفلام الجادة، الأفلام الجيدة اللي بتفخر بيها السينما المصرية. أستاذ صلاح ذو الفقار، إحنا بنشكرك على هذه الساعة من ذكرياتك. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.